السلام عليكم واهلا بكم اعزائي متابعي قناه السوبر. وحشتونا جدا بصراحه، وحشنا البريمير ليج، وحشنا ابو صلاح، وحشنا ليفربول، وحشتنا الكره الحلوه. يا اخي سبحان الله، التوقف الدولي ده تقيل على قلبنا كلنا، رغم ان تبقى في مباريات مدعكه لكن هو برضه تقيل. نفسنا بقى نشوف الدوريات لاننا بنستمتع بيها. اهلا بيك عزيزي المشاهد في حلقه جديده نتكلم فيها عن اخر اخبار ليفربول المهمه جدا، عن المباريات اللي هيلعبها ليفربول ان شاء الله في خلال فتره التوقف الدولي، ونشوف اخر اخبار محمد صلاح، ونتكلم على اخر تفاصيل مشكله كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد، وناخد كده شويه تصريحات من لاعبي كاس العالم زي ميسي زي هالاند، ونشوف تصريح كده رئيس الفيفا والكاف الدولي طبعا على عدم وجود محمد صلاح في كاس العالم. انزل حط اللايك الجميل بتاعك واعمل سبسكرايب للقناه عشان يوصلك كل جديد، او اشتراك للقناه وصلي على النبي عليه الصلاه والسلام عشان يوصلك طبعا كل جديد. واحد يقول لك طب احنا لو صلينا على النبي ايه اللي يوصل لنا كل جديد؟ لا، توصل لك كل حاجه حلوه، مش لازم الفيديو بتاعنا يوصل لك راحه نفسيه وحب ومغفره ورزق وفك الكرب وحاجات كتيره جدا على فكره. يلا بقى نشوف ايه مباريات ليفربول اللي هيلعبها خلال التوقف الدولي. كلوب قال لك بما ان انا مش بحب التوقف الدولي لازم بقى اشارك قدام فريقين كبار عشان استغل فتره التوقف وارجع وانا مستعد علشان اقدر اكمل وارفع نفسي في ترتيب الدوري الانجليزي. فلازم العب لك مباريتين كده سريعتين قبل مواجهه كمان مانشستر سيتي في كاس الرابطه. اول مباراه وديه هيشارك فيها ليفربول هتكون قدام ليون الفرنسي، اللي هتكون يوم 12 او 11 سبتمبر، هتكون الساعه 4 عصر. بعد كده يلتقي ليفربول مع فريق صعب جدا جدا هو الميلان طبعا ايطالي وفريق مش سهل وفريق حلو، وتجربه هتكون يعني تعود كده وترجع الاولاد تاني للملعب. يوم ان شاء الله 16 ديسمبر ايضا 12 هتكون على الساعه 5 كده مساء. المباراتين هيكونوا على ملعب المكتوم خلال استعداد او المعسكر الاستعدادي اللي هيكون في دبي اللي عامله يورجن كلوب. قال لك انا عامل كده قريب من كاس العالم في دبي علشان خاطر اللي يخلص كده او اللي يخرج من كاس العالم في دور المجموعات يجي لنا كده سريعا عشان نتدرب معانا عشان نلحق نخليه يستعد. بالنسبه لاخر اخبار محمد صلاح، الراجل انضم الى معسكر المنتخب الوطني المصري عشان يلعب المباراه الوديه امام بلجيكا اللي هتكون باذن الله يوم الخميس. الراجل بيتدرب وعلى اتم الاستعداد عشان يشارك. للاسف مش هيشارك في كاس العالم المنتخب المصري، وكان نفسنا في وسط الاجواء الجميله وسط الاحتفالات الرهيبه اللي بتعملها والاستعدادات اللي بتعملها قطر اننا كنا نشارك في كاس العالم ده. الحمد لله على كل حال. اتمنى طبعا التوفيق للمنتخبات العربيه، لتونس والمغرب والمنتخب السنغالي ايضا الافريقي والسعوديه وكل المنتخبات العربيه. رئيس الفيفا طبعا بيقول لك ان كاس العالم ده هيفتقد لاعب زي محمد صلاح، كنا نتمنى ان احنا نشوفه يشارك في كاس العالم لكن للاسف خرج على يد السنغال. تعال نشوف تصريح ميسي على مين اكتر فريق مرشح ان هو يكسب كاس العالم او يتوج بكاس العالم قطر 2022. ميسي قال ان البرازيل منتخب كبير، وفرنسا وانجلترا، وانا برشحهم الثلاثي ان واحد منهم يتوج بكاس العالم. هالاند بقى ذكر الارجنتين وذكر ايضا البرازيل وفرنسا وانجلترا. اعتقد هم افضل واقوى 4 منتخبات على مستوى الهجوم في كاس العالم. تعالوا بقى نشوف اخر تطورات واخر مشكله وتفاصيل مشكله رونالدو مع اليونايتد. تنهاج اتعند الراجل، اتعند كريستيانو رونالدو، قال لك انا مش هاخد اجازه في فتره التوقف ده وانا قاعد عشان احل مشكله رونالدو، لا انا لا رونالدو في النادي ده. فقام الراجل بعد ما اخد اجازه قال لك لا، راح بلغ النادي مانشستر يونايتد وقال لك ان رونالدو مش عايز يلعب مجددا، مش عايز اشوفه تاني في النادي، انتهت علاقتي ما بينه وعلاقته ما بينه وبين النادي، مستحيل تخلوا له الراجل ده يلعب تاني. فالاداره اتحركت ايضا وقالت لكريستيانو رونالدو ان هي طبعا كريستيانو رونالدو قال لك اللي انا الفتره اللي انا انسحبت فيها ما رضيتش اروح التدريب فيها في خلال مانشستر يونايتد، كان عندي ظروف، كانت اخته طبعا عندها ظروف وهو كان عنده ظروف ايضا، قال كان عندي مشاكل عائليه. فالراجل قال لك ان دول ما قدروش ان انا عندي مشكله وقاموا قالوا ان انا انسحبت ومش باجي النادي والكلام ده. الاداره ايضا طلعت ردت على كريستيانو رونالدو، قالت له احنا طبعا كنا مدينك اجازه ان انت تروح البرتغال واحنا كنا عارفين ان انت عندك ظروف والكلام ده. يعني رونالدو من الاخر بيقول ان هم ما قدروش الكلام ده وهم بيقولوا لا ده احنا قدرنا الكلام ده. قام كمان تنهاج قال لك انا مش مستعد ان انا اضحي بفريق والروح الجماعيه اللي في مانشستر يونايتد عشان خاطر كريستيانو رونالدو، وقال لك انا عايز النادي يخلي كريستيانو رونالدو يرحل حتى لو هيجيب لي لاعب مكانه بعد فتره. بالنسبه بقى للاخبار المتردده اللي بتقول لك بقى ان كريستيانو رونالدو قبل المقابله اللي حصلت فيها التصريحات بيقول لك ان مثلا كان حصل مقابله معاه
ومع نادي بايرن ميونخ علشان يتفق ان هو يروح بايرن ميونخ، فبالتالي الراجل جاء وقال كل اللي في نفسه وقال كل اللي عنده عشان النادي يسمح له ان هو يمشي. كل الصحف الانجليزيه ما عدا صحف قليله جدا، الصحف الانجليزيه الكتيره بقى قالت لك ان كريستيانو ما فيش اي حاجه حصلت ما بينه ولا اي اتفاقات تمت مع نادي بايرن ميونخ خالص اطلاقا، على عكس الصحف الثانيه اللي بتقول لك ايه ان في مثلا ميسي فيه اتفاق حصل ما بينه وما بين بايرن ميونخ. لكن الاكيد والارجح والميزان او الناحيه للطب في الميزان ان كريستيانو ما فيش اي اتفاق تم ما بينه وبين بايرن ميونخ عشان الاخبار اللي بتتردد. كمان كريستيانو في تصريحاته اللي قالها المقابله الثانيه قال لك ان صعب جدا جدا عليك لما تبقى لعبت مع زمايلك قبل كده وهم يجوا ينتقدوك ويقولوا عليك ان انت كذا وكذا وكذا زي ما الراجل ذكر قبل كده. فالراجل بيقول لك انا يعني حاجه تحزن جدا ان يطلع واحد زي روني نجم مانشستر يونايتد هو اللي ينتقدك وانت تبقى لعبت معاه قبل كده. في حته كمان كده كانت نازله على السوشيال ميديا قلب الدنيا ان قال لك بعد تصريحات كريستيانو رونالدو راح طبعا البرتغال استعدادا لكاس العالم، قال لك جواو ماريو تجاهل ان هو كده يصافح يعني يسلم على كريستيانو رونالدو، وقال لك ان مثلا في مشكله ما بينهم وان مش عايز يكلمه بعد اللي حصل ده كله. لا، جواو ماريو بيطلع وينفي الكلام ده كله، يقول لك انا ما فيش حاجه ما بينه وبين كريستيانو ولا اتعمدت ان انا اسلم عليه ولا اي حاجه خالص. احسن حاجه الناس اللي بتطلع ترد، الناس اللي متابعه، الناس اللي بتريحك دي، اللي بتطلع تقول لك الاخبار كلها عشان تبقى بس ايه على نور. كمان عايز اقول لكم مفاجاه على صلاح، بس يعني مش عايز احرقها. في احتماليه ان محمد صلاح ما يشاركش ضد بلجيكا مع المنتخب المصري علشان ممكن مش اكيد يتسلم جائزه افضل لاعب من طبعا تصويت جلوب سكور. فانا اتمنى الخبر ده انه يكون صح ما يكونش فيه، لكن حبيت اقول لك ممكن وممكن لا، ممكن ما يشاركش مع مصر ويروح تسلم الجائزه في حفل افضل لاعب في العالم الكره الذهبيه من جلوب سكور. اتمنى ان هو يكون صح. الحاجه بقى الجميله جدا جدا صراحه والخبر الجميل جدا اللي نشرته الصحف الانجليزيه بتقول لك ان 35 امام من 35 قريه مختلفه كلهم في المسجد دعوا ان ساديو ماني يرجع ويشفى بسرعه عشان يشارك في كاس العالم. دايما لما بتزرع خير بتحصد خير. ساديو ماني عامل خير كتير جدا جدا لاهل بلاده، رغم كده لسه الراجل قاعد في نفس الحي اللي كان قاعد فيه زمان قبل ما يبقى العاب كوره اصلا، الحي الفقير جدا جدا واللي هو يعتبر مش بينساه من فضل ربنا عليه طبعا ان هو دايما بيقف معاهم، دايما يعمل لهم اعمال خيريه. تخيل لما يبقى 35 امام جامع وراهم مثلا كم واحد بيصلي يدعو اللاعب عشان ربنا يشفيه بسرعه ويشارك في كاس العالم. خليك عارف انك هتعمل الخير والله هتلاقي خير، هتعمل الشر ايضا هتلاقي شر، هي كده. فده حبيت اختم بيه عشان تكون ختامه كويسه جدا بالنسبه للخبر، خبر جميل جدا. نتمنى ان شاء الله كل التوفيق للمنتخبات العربيه والافريقيه كمان كاس العالم قطر 2022. بتمنى الحلقه تكون عجبتكم، بتمنى لكم تكونوا في الف خير وصحه، وحشتونا جدا بصراحه، وبنتمنى عوده بقى البريمير ليج بسرعه عشان خاطر ايه نشوفكم على طول دايما ونشوف كلامكم الحلو ودعمكم الخيالي. يومكم سعيد، نهاركم مبيض ان شاء الله. السلام عليكم.